هتعمل ايه لو فجأة صحيت من النوم المجال اللي انت بتشتغل فيه مش موجود؟ هتبدأ تتعلم من اول وجديد؟ هتبدأ تتصرف ازاي؟ ده موضوع الفيديو بتاع النهاردة. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. احنا دلوقتي زي ما انا قلت في البودكاست بتاع احمد ابو زيد، لو ما اتفرجتش عليه يا ريت تروح تتفرج عليه، ان احنا عايشين في عالم متغير يتطلب مننا ان احنا نكون متعددي المهارات. طيب هل متعدد المهارات ده ينفع يطلق عليه ابولو بتاع كله بيشتغل في كل حاجة وما بيفهمش في اي حاجة؟ لا، تعدد المهارات ليه خطة معينة تقدر انك انت تمشي بيها. فلنفترض مثلا انك انت شغال شغلانة معينة، انت ممكن بجانب الشغلانة دي بعد الشغل تتطور من نفسك في مهارات تانية. خلينا ناخد جدول طبيعي جدا جدا بيمشي اليومين دول، الا وهو 8 ساعات شغل ويومين اجازة في الاسبوع. انسى اليومين الاجازة في الاسبوع دول، استمتع بيهم براحتك وما تروحش ناحيتهم. تعرف تفرغ نفسك ساعة مثلا. أنا كنت بفرغ نفسي 4 ساعات بعد ال8 ساعات شغل. ساعتها ما كانش عندي مسؤوليات كتير، بس عشان كده أنا بقول لك فرغ نفسك ساعة. دلوقتي لو أنت متابع أخبار التكنولوجيا، أخبار الشركات الكبيرة، المصايب اللي بتحصل في العالم كله، هتلاقي إن في شركات كتير جدا بدأت تعمل تسريح للموظفين بتوعها. إحنا مش محتاجينكم، في بديل ليكم، في ذكاء اصطناعي، في فريلانسرز. تخيل انك انت واحد من الناس دي، الكارير بتاعك مش محتاجينه، هتعمل ايه ساعتها؟ فخلينا نتكلم اكتر في ازاي تعمل لنفسك بلان بي او خطة ثانية، بحيث انك انت تكون جاهز لاي تغير ممكن يحصل في العالم المتغير بسرعة اللي احنا عايشين فيه ده. بعد الشغل ساعة اقرأ ابدأ اقرأ عن التطورات التكنولوجيا اللي موجودة، الادوات اللي الناس بتستخدمها، المجالات الجديدة اللي اتفتحت زي مثلا مجالات الذكاء الاصطناعي وغيرها. ما هو الذكاء الاصطناعي ده مش هو إنسان آلي أنت بتسأله أسئلة ويرد عليك وخلاص كده. ما هو في ناس بتعمل على تغذية الإنسان الآلي أو الماشين ليرنينج دي، تغذيتها بالمعلومات، إدارة الماشين ليرنينج دي، تطويع الماشين ليرنينج في ابلكيشنز تانية مختلفة. انك انت تروح واخد بقى ايه الذكاء الاصطناعي ده وتروح عامل له تخصيص. انا عايزك تكون متخصص في الاجابة على الاسئلة في المجال الفلاني، وهكذا تعمل لي صور معينة، تعمل لي اجابات معينة، اكواد معينة. يعني انا مثلا دلوقتي مستهويني جدا مجال الذكاء الاصطناعي، اعمل فيه ايه؟ باخد كورس على موقع كورسيرا اسمه AI for everyone. الموقع كورسيرا بيحط كورسات مجانية، من ضمنها الكورس ده مجاني تماما، تقدر انك انت تخش، هياخد منك اسبوعين وتتعلم الحاجات اللي فيه. ابدأ اتعلم مهارة جديدة. ودلوقتي احنا في عالم الانترنت وعالم توفر المصادر بشكل كبير جدا. تخيل لو انت خصصت من يومك ساعة واحدة، الساعة دي انت بتخصصها في انك تطور من نفسك، تتعلم مهارة جديدة بجانب صقل المهارة الحالية اللي عندك. يعني انت في كارير معين شغال فيه دلوقتي، طور من نفسك فيه، بجانب ده تعلم مهارات تانية. ايه اللي بيحصل بقى؟ تغير العالم للمجال بتاعك انت، لتخصصك، لخبراتك، ملهاش لازمة خلاص. هتعمل ايه؟ هتقول طيب خليني ابدأ اتعلم، فتاخد لك فترة كبيرة بتتعلم فقط بدون ما يخش لك دخل. افرض انت بتعول أسرة، تبدأ انك انت تدور بقى على مصادر تتعلم منها وكذا وكذا وكذا، هتبدأ بداية متأخرة. انت متخيل بداية متأخرة؟ لكن لو انت خدتها عادة عندك، خصص ساعة تقرا فيها شوية مقالات، تتفرج على شوية فيديوهات تعليمية عن تولز إضاءة جديدة نازلة، هوب واحدة واحدة العادة دي أكسبتك مهارات كتير جدا جدا على مدار سنة معينة. مثلا ممكن تفتح لنفسك مصادر رزق إضافية من خلال المهارات اللي انت تعلمتها دي. الموضوع في البداية ممل صعب، ممكن يكون يا عم انا هذا كبرت على الكلام ده، انا عايز استريح بتاع ما اعرفش ايه. غيرك كتير قالوا الكلام ده وفجأة مش لاقيين. فمهم جدا انك انت تستغل عالم الانترنت وعالم المعلومات المتاحة في كل حتة دلوقتي في انك تطور من نفسك. انا بدأتها بموضوع قراءة المقالات عشان انا عارف ان ايه، في ناس بتيجي تبدأ كورس ومتحمسة وبتاع، وهوب تتفرج على محاضرة في التانية وفي الاخر ما يكملش. ابدأها بهواية بسيطة، قراءة مقالات من هنا على من هنا على بتاع، وتفرج على حاجات تستهويك، تابع اخبار، تطبيقات الانتاجية الجديدة اللي بتطلع، شوف ايه الحاجات اللي العالم كله بدأ بيستخدمها، ازاي انك انت تستخدمها في انك انت تطور من نفسك. هتفيدك في انك انت بتوسع مدارك عقلك، نظرتك للامور وانت قاعد مع اصحابك.
انت عارف انت بتتكلم فيه، وعندك نوليدج حلوه جدا جدا، قاعد كده ملو هدومك كده وسط اصحابك. يعني بيقول لك ايه، هذا الرجل واسع العطن. واسع العطن يعني واسع الحيله، ما بتغلبش. باظت عادي، اعرف اعمل حاجه تاني. انا كنت شغال مترجم، كل من هب ودب داخل خد له كورس انجليزي ودخل يعمل فيها مترجم، وبيستخدم لي جوجل ترانسليت. الشركات بقت بتستخدم الذكاء الاصطناعي في الترجمه، بيستخدموا برامج تانية للترجمه، مبقوش محتاجين مترجمين كتير. مش مشكله، مش انا كنت شغال نقاش قبل كده، اروح اكمل في النقاش. انا اتعلمت ان انا ازاي اسجل محاضرات على الكمبيوتر، ازاي اوصل المعلومه، ازاي كذا، اعمل كورسات وتبقى داخل ليا. ده انت بتعرف تعمل فيديوهات لمنتجات، اعمل فيديوهات لمنتجات، وهكذا. دي باظت في غيرها، دي باظت في غيرها. برضو لا يتعارض مع حته انك انت ما تشتتش نفسك. تكون شغال في شغلانه، هوب تلاقي شغلانه احسن منها تروح ناقل. لا، استمر في شغلانتك عادي طالما انت مرتاح فيها. مش لازم تكون مبسوط انبساط تام، مفيش شغلانه دلوقتي فيها انبساط تام. حتى اللي شغلانته ان هو ينام على سرير عشان خاطر يجرب مراتب معينه بيتعب من كتر النوم، فاللي هو قشطه يعني. في شغلانه كده على فكره $15,000 او حاجه زي كده، مش عارف في الشهر ولا في السنه، انك انت تنام على مراتب جديده. هي وظيفه كده يعني، ابحثوا عنها هتلاقوها يعني. بعد الشغل تستثمر ساعة بس من وقتك في انك تطور نفسك. اللغة برضو مفيدة جدا جدا في فتح مصادر وفرص عمل كبيرة انترناشونالي وكده يعني. اتمنى تكون المعلومة دي مفيدة ليكم، واشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.